طبعا ألف ألف مبروك تصدر منتخبنا الوطني العراقي مجموعته. بصراحة نتائج المنتخبات خدمتنا جدا. نتيجة منتخب الأردن ويا الكويت تعادل 1-1، وأيضا نتيجة منتخب الفلسطيني مع كوريا الجنوبية أيضا 0-0 هم خدمتنا. كنا نتوقع أن المنتخب العماني هو اللي راح يعطل الأردن وكوريا الجنوبية وفلسطين والكويت، راح يكونون صيد سهل، ولكن فاجئونا بمستواهم وعطلوا نقاط منتخب الأردن وكوريا الجنوبية، والصدارة لنا وإن شاء الله تبقى للمنتخب العراقي. طبعا المباراة ما كانت سهلة نهائيا. درجة حرارة الجو في البصرة 38 درجة مئوية، واضح تأثيرها على أداء اللاعبين. وأيضا بعض اللاعبين اللي كانوا غايبين صار لهم فترة مثل أمجد عطوان ما قدم المستوى المعهود مثل ما كان يقدم مع المنتخب العراقي، لأنه غاب فترة طويلة. والمنتخب العماني بصراحة كان أقوى من كأس الخليج، سواء بالافتتاحية مع منتخب العراق أو في النهائي أيضا مع منتخب العراق. بصراحة كانت مباراة جدا قوية، وكان ممكن يسجل المنتخب العماني التعادل، ويعني بصراحة ما راح نكون زعلانين إذا سجل التعادل لأنه قدم مستوى عالي بصراحة. العكس اللي صار أن المنتخب الأردني تعادل مع المنتخب الكويتي. هذه كانت مفاجأة، يعني لو كان عمان مع العراق متعادلين ما كانت مفاجأة، ولكن الكويت تغلب على نفسه وقدم مستوى عالي وجاب نقطة من ملعب الأردن. بصراحة يعني الموضوع صعب جدا أنه الأردن يتعادل في ملعبه. طبعا الصراحة أهم شيء ضمننا ل3 نقاط الحمد لله والشكر. مباراة عمان كانت جدا صعبة، وإن شاء الله نستمر على حصد النقاط في مباراة الكويت. ولكن أيضا راح تكون نفس المشكلة، أنه درجة حرارة الكويت نفس درجة حرارة البصرة، ولاعبين يعني المحترفين اللي يلعبون بأوروبا راح تأثر عليهم نوعا ما. ولكن شكرا كاساس مباراة عمان عرف يقراها بصورة صحيحة. التبديلات مالته كانت جيدة، والحمد لله حافظنا على النتيجة، واللاعبين كلهم كانوا يعني مستواهم جيد. إذا أكو أخطاء ففي الغالب سببها أنه هي المباراة الأولى، وأيضا درجة حرارة الجو. فإن شاء الله في مباراة الكويت أيضا نستمر بحصد النقاط ونبقى مصدرين المجموعة. هذه النقطة لازم ما نتجاوزها بصراحة. يعني النتائج الحالية للجولة الأولى خدمتنا كثير، فإن شاء الله نبقى في الصدارة بصراحة. ومثل ما تكلمت أنه المنتخب العماني مؤثر وصعب تأخذ منه نقاط، ولكن يبقى عنده مشكلة الخط الهجومي، مو قوة خط هجوم العراق. شفتوا أيمن حسين يعني ركنية واحدة سجل هدف أخذنا 3 نقاط، وهذا راح تبقى عندهم نفس المشكلة اللي تكلمنا بها. وأيضا المنتخب الأردني كنا ننتظر المدرب راح يقدم مستوى مثل ما كان يقدم عموته. بصراحة ما قدم مستوى يعني، ولكن اللي قدم مستوى مدرب منتخب الكويت، وأيضا اللاعبين تفوقوا على نفسهم. فبصراحة هذه يعني نقطة جدا مهمة، أن المنتخب الكويت راجع ويقدم مستوى. أخذ نقطة من أرض الأردن، وأكيد راح يكون بملعبه قوي بصراحة. وأيضا شكرا للجمهور العراقي على التنظيم وعلى التشجيع الراقي. وأيضا إن شاء الله نستمر نلعب بأرضنا وبين جماهيرنا. عندنا 15 نقطة من 30 نقطة راح نلعبها بملعب جذع النخلة. فإن شاء الله نبقى متصدرين كنقاط وكمستوى فني وأيضا كجمهور. طبعا ما ننسى نبارك للجمهور الإماراتي والمنتخب الإماراتي فوز على منتخب قطر، ونقول له هارد لك المنتخب القطري. بصراحة يعني تفوقوا على نفسهم لاعبين المنتخب الإماراتي وفازوا على قطر في أرضهم وبين جماهيرهم. وأيضا نقول ألف مبروك المنتخب البحريني اللي فاز على استراليا، وكان مفاجأة الجولة الأولى بصراحة. وراح يكون رقم صحب البحريني بعد ما فاز على استراليا في مجموعته. بصراحة هارد لك للمنتخب السعودي، الأخضر السعودي والجمهور السعودي. احنا تكلمنا بموضوع مانشيني
انه راح يتعثر ويكون عنده صعوبه بمجموعته، ولكن توقعنا يفوز على اندونيسيا، راح تكون عنده صعوبه مع استراليا او مع اليابان. بصراحه انه يعني يتعادل مع اندونيسيا ويبدل بالشوط الاول تبديلات يعني توقيتاتها خطا، ويتعادل 1-1. بصراحه يعني مفاجاه جدا كبيره، ما توقعنا لهالدرجه انه مع اندونيسيا تتعادل. بصراحه يعني متخوف جدا على المنتخب السعودي اكثر من السابق بعد تعادله مع اندونيسيا، ولكن اللاعبين بصراحه يعني مندفعين وقدموا مستوى وحاولوا يلعبون، ولكن واضح توظيف مانشيني للمنتخب السعودي سيء جدا. ما اعرف يعني يفضل انه يعني يغيروه او يستبدل المدرب، لان احتمال ممكن المنتخب السعودي على هالوضع هذا ما يتاهل لكاس العالم مع مانشيني. هو 2022 ما تاهل مع المنتخب الايطالي منتخب بلده.